واصلت إلى مملكة البحرين مساء اليوم الدفعة الثالثة من قوات درع الجزيرة المشتركة لتلتحق مع الدفعات التي واصلت يوم أمس، وذلك انطلاقا من مبدأ وحدة المصير وما يربط دول مجلس التعاون الخليجي من أواصر التعاون المشترك، وذلك في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن والتي تزعزع الأمن وتروع المواطنين والمقيمين، الأمر الذي تحتمه المسؤولية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي أكده الاجتماع الوزاري الأخير، وما تمخض عنه من قرارات تؤكد وقوف الدول الأعضاء صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من الدول الأعضاء بالمجلس، معتبرة أمن واستقرار مملكة البحرين هو أمن الدول الأعضاء جميعا، وما تحتمه اتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف للمحافظة على مكتسباتها وأمنها واستقرارها وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها، والذي يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار الدول الأعضاء. وتناشد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين كافة المواطنين والمقيمين بالتعاون التام والترحيب بإخوانهم من قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.